كنت تستدعى كثيرا للمخابرات في ذلك الوقت لما كنت طيار. وش الملاحظة اللي كانت عليك؟ نعم. ايش الملاحظة اللي في ذيك الوقت كانت عليك؟ الملاحظة التي كانت علي ملاحظة الصلاة. الصلاة؟ أيوة، أنه يصلي، وأيضا أثناء شهر رمضان كان يصوم. ممنوع أنه الطيار يصوم؟ ممنوع الطيارين يصوموا. الصلاة ممنوعة بشكل عام، والصيام ممنوع حكما للطيارين، حكما ممنوع الصيام للطيارين. وكانوا يعطونا فتوات، يعني كان فتوى عسكرية. ف يعني حتى يعني إحدى للأسف أحكي يعني، وهذه يعني التدخل بالشعائر الدينية، وهذا خطأ، يعني هاي حرية دينية. ففي أول يوم من رمضان دوما، عندما يكون أول يوم من رمضان تمنع الإجازات، ويتم اجتماع كامل لكل الطيارين، ويتم وضع يعني حفلة غداء للجميع حتى يشاركوا فيها الجميع، مشان يتأكدوا أنه ما أكلوا كلهم. وكل يوم كل الطيارين السوريين المقاتلين. نعم، كل الطيارين السوريين المقاتلين. أيوة، خاصة طيران القتال أو طيران المقاتل القاذف، لأنه يعتبرون عليه جهد. يعني المروحيات أحيانا يتغاضوا، لكن أيضا كانت هناك معلومات أو تعليمات لهم. لكن أثناء الطيران يوميا طبيب لازم يمر على من يصوم، يعني معروفين بالاسم يعني. فالطبيب يقول له لو سمحت اشرب مي أو اشرب شيء يعني معين. كنت أرفض، أنا يعني لم أقبل أن أفطر يوما واحدا في كل حياتي كطيار إطلاقا. يعني حتى في لحظات كنت ألجأ إلى نوع من العلكة هذه اللي يعني ليس فيها حلو، ليس فيها طعم، يمنية هي، حتى يظن البعض أني أنا مفطر. فكان في تعليمات مشددة، كانت الحجج أنه يمكن أن تؤدي إلى إرهاق وتعب، وهذا غير صحيح. حتى من أجل الإفطار كنت أكلف بمهام طيران في رمضان ضعف ما أكلف به خارج رمضان. طيب الصلاة ايش كانوا يقولون لك؟ الصلاة، نعم، استدعاء الصلاة ايش يقولون لك؟ ليش تصلي؟ استدعيت مرة لإبراهيم حويجة لما كنا بليبيا، كان إبراهيم حويجة معنا ضابط أمن وهو مقدم المخابرات. فدخل وقال أنت تصلي وأنا أعلم تماما، وأنا ما بدي أحولك على سوريا على التحقيق. بدي أنا أعطيك فقط أمر، لا عاد تصلي بين الطيارات، أنت فقط لحالك، ما تفتحوا لي مسجد بين الطيارات وتصلوا، أنت لحالك، بما أنك صدقت أنك عم تصلي فبتيجي بتصلي هون لحالك، ومرة باليوم، مش طول النهار كل الشعب تروح تيجي بتصلي، أو ما بتصلي نهائيا. قلت له أوكي، أنا يعني كنت ملازم أول واستمعت. يعني طبعا بدك صلي بغرفتك، بعد ما تيجي بالليل صلي كل صلوات اليوم. يعني هذه المرة الأولى استدعيت فيها، واستدعيت مرة أخرى بفرع المخابرات الجوية بحرستا، كان عز الدين إسماعيل، أيضا استدعيت من أجل الصلاة، وأنه أنا أثناء رمضان بعطي نوع من الأحاديث الدينية، وهذا يعني هذا غير صحيح. يعني احنا مؤسسة عسكرية، وكنت أنا ألتزم تماما بكل المعلومات العسكرية، لكن دائما المخابرات عندما يأتي تقرير من أحدهم فهي بسرعة تستدعي. يعني بالمناسبة احنا ربما كنا بالسرب مثلا 20 طيار، في منا 15 مخبرين أو 15 ضباط أمن. حتى هذه بالمناسبة دكتور، أنا ماني دكتور أستاذي الكريم، في معنى الدكتور قد تكون شهادة، ولكن هي لقب أحيانا يستحق كل إنسان حسب اختصاصه. يعني أنت تستطيع أن ليس بالضرورة أن يكون الطبيب دكتورا، لكن الدكتور أحيانا موقف بيعطيك أنه دكتور، خبرة بتعطيك أنه دكتور. المهم يعني كان الحديث يعني ربما ذهبنا بعيدا بقضية الصلاة والصوم. فالمهم أنا يعني استدعيت على الإعلام بالإعلام مقابلة، قالوا يعني من هي الإدارات الأمنية في سوريا؟ قلت لهم نحن بسوريا عندنا 4 إدارات أمنية، وكل إدارة فيها 18 فرع في دمشق، وكل محافظة فيها فرع لهذه الإدارات، ومعدل إحصائهم طبعا إضافة للإدارات في عنا متعاونين مع الإدارات، يعني ما يعمل بالفنادق، بالمدارس، الباعة المتجولين، بالأسواق. فالحمد لله كان المواطن السوري بأمان، كل مواطن سوري له 85 من يراقبه طيلة النهار، وبالتالي هناك